السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسرعه كده تعالوا نعمل ايه اكله المصيف اللي هي ايه شويه مكرونه وشويه كفته كده ايه سريعا. المهم بقى ده البصل والطماطم والخضره، ماشي، وفلفل، وده فلفل اسمر وبابريكا وملح وكزبره. دي التتبيله بتاعه الايه الكفته، وتحطي عليها شويه ميه كده. تمام. ولو حسيتي ان الميه بعد ما انتي تعمليها في الكبه كتيره تقومي ايه مصفياها. انا هنا صفيت التتبيله من شويه الميه، وبرده ايه سبتها طريه شويه عشان الكفته ايه بتبقى محتاجه ايه ميه وكده. ماشي. المهم اعجن اعجن اعجن. ماشي. واعجني كويس قوي فيها. وانا هنا حسيت ان هي محتاجه شويه ملح، فقمت ايه بالويم كده يعني احساس فقمت حاطه شويه ملح. وانا ايه بليت يعني ايديا شويه زيت كده عشان ايه اعرف اعجنهم بيها. وقمت ايه حطاه. بس انتي ايه اصلا لو الكفته مدهنه وكده وفيها حته دهن يبقى ايه يبقى حاجه جميله. هنا بقى ايه صبع صبع صبع. وحط في ايه في الصينيه. انا بقى يا جماعه بحب الصواني الالمونيا، او والله انا عندي صينيه تيفال، بس برضو الالمونيا بتاع زمان لها ليله تانية، مش عارفه بيدي طعم للاكل وكده. ماشي. المهم ادي الكفته صبعيها، عايزه تصبعيها بايديكي صبعي. انا بحب ان انا استخدم العواد دي بحيث ان هي يعني ايه تبقى خرماها كده شويه فتتهوي الكفته من جوه وتستوي من جوه ايه كويس. وسيبكم ان الكفته مبينه ملعبكه شويه، لا هي لما بتستوي بتبقى ايه بتبقى جميله. وخلي بالك ان انتي تبقى عارفه نوع اللحمه، اذا كانت الكفته بعد كده هتكش ولا ايه ولا لا. يعني انتي دي برضو بتبقي ايه بتبقي عارفاها. ولو في بقى حته لية خروف كده مع الكفته، ياه بتبقى ليلة ايه ليلة جامدة قوي. تمام. وفي نفس الوقت ما تبقيش تكتري البصل ولا الخضرة فيها، يعني حتة خضرة صغيرة سواء كزبرة وبقدونس اي خضرة، وما تحطيش شبت طبعا. ماشي. وبصلاية وفلفل اسمر. وفي ناس بتحط عليها طماطم بس انا ايه ما بحبهاش، يعني بحس كده ان هي مش هتبقى زي كفتة الايه الحاتي وبتاع. والصينية اصلا بتبقى الكفتة بتاعتها حلوة، يعني بعيدا بقى عن كفتة الحاتي وبتاع والكلام من ده. انا بحب الكفتة بتاعت صينية الفرن دي ايه قوي. ماشي. المهم فانا ايه وانتي بتصنبعي يا ريت تبقي عارفه كل شخص هيبقى بياكل قد ايه، لان الكفته من الحاجات اللي لما بتبات بتجلد. واللحمه عامه لما بتبات ما بتبقاش ايه حلوه يعني، فعشان بس النعمه ما تترميش وعشان تتاكل. فبايه هنا اهو تلاقيني حتى بعد، لاني انا عارفه كل حد عندي بياكل كام صابع. وببقى سايبه مثلا صابعين 3 في الاخر عشان لو برضو الاولاد، لان انا عندي لسه اولادي صغيرين لو عايزين مثلا ياكلوا بعد كده ولا حاجة بالليل ولا حاجة يلاقوا. ماشي. ادي اهو خلصنا ايه صينية الكفتة. تمام. وبعد كده بقى ايه هنولع الفرن. انا هنا سبتها في التلاجة بقى شوية على ما ايه يعني مثلا سبتها ساعة. انا بحضر قبل الاكل بساعة. ماشي. وهنا هنا جبت المعقم يا جماعة وعملت الترابيزة بيه، عشان طبعا كنت عاملة لحمة عليه. فبقي دايما خلي معقم في المطبخ. اغسلي الفراخ واغسلي اللحمة وكل حاجة، وخلي معقم في المطبخ يعني. تمام. معقمي دايما ايه ورا بالذات اللحوم يعني. هنا انا بعمل التوم، مع اني انا للاسف ما عملتش صلصة المكرونة، كنت قافلة الفيديو. بس انا المكرونة صلصتها بعملها بتوم، ما بحطش عليها بقى لا بصل. في ناس بتحط بصل وجزر هو يا جماعة فص توم على شوية كزبرة ناشفة كده صغيرين، تقدحيهم في زيت وبعد كده تحطي الصلصة. ماشي. هتبقى جميلة وزي الفل. هنا بسلق المكرونة، في ناس بتحط المية وتقفل عليها تعجن بصراحة. هنا انا بعمل المصفى الستانلس دي بشويه ميه عشان المكرونه ما تلزقش فيهم. بعد كده ايه بجيب شويه ميه في الحله، اصفي بيهم بقيه المكرونه، وافرول بيهم الايه المكرونه عشان المكرونه ما تعجنش. في ناس بتغسل المكرونه تمام بالميه، بس ده غلط. لازم تبقي سايبه في المكرونه كده شويه نشا، علشان ايه علشان الصلصه تمسك فيها. انما تصفيها تغسليها تماما بالميه مش هتبقى حلوه. هي محتاجه ان الصلصه تمسك في النشا بتاعها. وهنا بقى شوية سلطة كده. السلطة بتاعتي عبارة عن طماطم وخيار وفلفل. انا مبحبش الخضرة على السلطة بتاعت الاكل العام. الخضرة بس بحطها امتى على السلطة لما هكون بعمل كفتة تتاكل بعيش، ساعتها احطش خضرة على السلطة. انما الخضرة على السلطة اللي هي جنب مكرونة جنب رز جنب كده ما بحبهاش بصراحة. فبنعمل شوية خيار على شوية طماطم وايه ويعني حتة فلفل كده خضرة وايه صغيرة، ولو عايزة تحطي فلفل الوان حطي. انما الخضره بصراحه انا مفضلهاش لما يكون فيه رز او مكرونه ايه على الاكل وكده. تمام. المهم هنا عشان انا صلصه المكرونه ما كنتش مشغله الفيديو، هقول لكم بقى الصلصه زي ما بقول لكم كده اعملوها بتوم. والله لا محتاجه بصل ولا حوار كبير يا جماعه، خلوا الاكل ابسط يكون الاكل احلى. كل ما تخلي الاكل بسيط
وبهاراته وحاجته بسيطة. تمام. طبعا في اكل بيحتاج بهارات اكتر، بس كل ما الاكل كان بسيط كله في البهارات بالذات وكده وفي الامكانيات كل ما كان احلى واصح. فبلاش بقى موضوع البصل يعني في المكرونة يعني. بالثوم بتبقى جميلة قوي. وكمان انا جبت صلصة جاهزة من بره. هنا معلش بحط هنا شوية سكر على شوية خل على السلطة. بصوا يا جماعة حوار تاني خالص. وشوية شوية كمون وشوية ملح. السلطة دي بقى ليلة تانية خالص. والملح يعني لو انت هتركني السلطة ما تحطيش طبعا الملح غير وانت بتحطيه على على السفرة. هنا بشوف الكفتة فلقيتها محتاجة شوية مية. في ناس بتعملها بفويل، ممكن تغطيها بفويل برضو حلو وجميل. ماشي. وهنا بحط المكرونه بقى في الصلصه كده، قلب 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 المكرونه. ماشي. انتوا هنا الكاميرا مش باينه قوي، بس هنا الصلصه تقلت على المكرونه. المهم يعني فانا لما بقلبها بقى بغطيها كمان شويه ووطي النار واسيبها مثلا على النار مثلا 5 دقايق وهي متوطيه، وكل شويه اقلب علشان ما تلزقش في الحله. ليه؟ علشان الصلصه تمسك في المكرونه. ماشي. شوفوا الكفتة بقى، كنت طلعت الكفتة فوق على الشواية اديتها كده 5 دقايق شواية. بصوا جميلة 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 جميلة. وفي ناس بتولع حتة فحم في زيت، بس انا كنت يوميها بصراحة مش مستعجلة وكده. وده شوية زيت زيتون على السلطة. بس زيت الزيتون على حسب نكهته عندك يعني. في زيت زيتون بيبقى نكهته تقيلة فما تحطوهوش يعني. لو نكهته خفيفة حطي. بس زيت الزيتون مع الخل اللي في السلطة ده عايزة اقول لكم حاجة صحية بشكل غير طبيعي. وهنا خلاص اغرف اغرف. ماشي. كل واحد طبقه كده. انا من الناس اللي ما بيحبش الاطباق تدهور بالصلصه وكده. بحب قوي الاكل يكون مرصوص بشكل حلو يعني. وهنا بغرف الاطباق كلها. والكبشه الصغيره دي انا بحط لي منها انا احنا 5 تنفار الحمد لله في البيت. فبحط كبشه صغيره دي انا بحط لي منها انا كبشه واحده بس. علشان عشان الرجيم. ادي الاكل كفته ومكرونه وسلطه وبألف هنا وشفا. أكلة سريعة خفيفة لطيفة. ويا رب أكون كنت خفيفة عليكم. واعملوا بقى لايك وسبسكرايب وقولوا لي السلبيات والإيجابيات في الفيديو. أنا عارفة إن أنا صوتي ساعات بيبقى مستفز، فقولوا لي الموضوع ده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.